آخر من يخرج من النار رجل يشوى في النار، ثم يخرج فحم قد احترق ويوضع على باب النار، ثم توصد النار بعد ما يخرج. فإذا أصدت هذا الرجل يرى عنه أنعم عليه نعمة ما قبلها ولا بعدها، الناس يعذبون وهو طالع برا. فبعد ما يمكث ما شاء الله يرى شجرة تحتها ظل وماء، أو شجرتين بينهما ظل وماء، فيقول ربي أوصلني تلك الشجرة أو تلك الشجرتين أستظل بظلها وأشرب من مائها وأبعد عن النار ولا أسألك إلا هذا. فيقول الله لا عبدي تعطيني العهود والمواثيق ما تسألني إلا هذا؟ قال أعطيك العهود والمواثيق لا أسألك إلا هذا. فيقول الله الملائكة خذوه حطوه عند الشجرتين هذه، فيأخذوا الملائكة يحطوه عند الشجرتين، ينبسط بعيد عن النار وعنده شجرتين وعنده ماء. فبينما هو جالس شوي يشوف الجنة، معقول هذه الجنة أنهار وأشجار ونعيم وأنوار وشيء، يقول يا رب ما أسألك تدخلني الجنة، لكن حطني عند الباب مثل ما كنت عند باب النار خليني عند باب الجنة. يقول الله الملائكة حطوه عند الباب، الآن وصل باب الجنة والباب مغلق، يقول لا ربي دخلني الباب من الداخل بس، يفتح وندخل عند الباب ما أدخل جوا، عند الباب من الداخل. فيضحك الله سبحانه وتعالى منه، يقول عبدي ما أغدرك، ألم تعطيني العهود والمواثيق لا تسألني إلا هذا؟ قال بلى يا رب ولكن لا صبر لي، ما نقدر نصبر وأنا شايف الجنة. فيقول الله له عبدي أترضى بملكي أن أعطيك في الجنة، ندخلك الجنة ونعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت. قال عبدي أترضى أن أدخلك الجنة وأعطيك مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا؟ قال يا ربي رضيت. قال عبدي أترضى أن أدخلك وأعطيك مثل الدنيا كلها منذ خلقت إلى قيام الساعة، كل الدنيا يملكها واحد؟ قال ربي رضيت. قال له لك ذلك ومثله 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 وعشرات أمثاله. كم صار الدنيا؟ كم مرة ملك الدنيا ومثله ومثله، هذا كم صار؟ وعشرات أمثال. عشرات نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، هذا أدنى واحد في الجنة. والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.